والحكم الرابع ليث فرحان. اما حكام غرفة الفار زيد ثامر ومحمد لؤي. جماهير القرمة جماهير الانبار حاضرة بقوة اليوم. جماهير الانبار الكل لبست قميص القرمة البرتقالي من اجل الوقوف خلف هذا النادي الفتي، لكن كبير بمستواه، كبير بأدائه، محققا مفاجأة في الدور الاول عندما تعادل مع نادي الشرطة هناك في ملعب الشعب بهدفين مقابل هدفين، وعن طريق اللاعب محمد دوحي، محمد عدنان، وايضا عباس قاسم الذي سجل هدف التعادل في الدقائق الاخيره من عمر هذا اللقاء، بانتظار صافره حكم اللقاء الذي يعلن عن انطلاق هذا اللقاء بحضور اكثر من 13,000 متفرج. يعني حتى رابطه جماهير القرمه يعني نادت الجماهير عندما لا تجد مكان فارغ خلاص اذهب لاقرب مقهى، لاقرب مطعم، لاقرب مكان من اجل مشاهده هذا اللقاء. نعم، يعني يقال ما يقارب 14,000 متفرج هنا في ملعب الرمادي. طبعا مباراة اليوم لو كان الملعب 50,000 متفرج على مسؤوليتي الملعب يكون فل الفل، وبالتالي القرمة اللي هنا المحاولة لمصلحة نادي النفط داخل منطقة الجزاء، البحث عن الكرة العرضية الخطيرة، كرة أولى خطيرة، كاد أحمد صبري الذي سجل هدف التعادل في مرمى النجف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل أن ضاع. شاهد الجماهير طبعا بانتظار المفاجأة، هناك تيفو طبعا أكثر من 200 متر. محمد حميد كابتن الفريق أكيد قائد مهم جدا، لاعب مهم جدا على المستوى النفسي والمعنوي للاعبي نادي القرمة. ركنية الآن لمصلحة نادي النفط هناك من الزاوية البعيدة، لكن قطعت وابعدت والبحث عن الهجوم المرتد، لكن حكم اللقاء يعود ويحتسب خطأ لمصلحة نادي القرمة. الفريقان لعبا الجولة الأولى الأسبوع الأول خارج الديار. القرمة بقيادة المدرب غازي فهد لعبت هنا في العاصمة الحبيبة بغداد مع الشرطة في ملعب الشعب وانتهى تعادل إيجابي، بينما هذا السيد عادل نعبة الذي قضى سنوات طويلة مع نادي الحدود الآن مع نادي النفط أيضا لعب خارج الديار مع نادي النجف وتعادل أيضا هدف بهدف. الفريقان يبحثان عن نقاط، طبعا نقاط هذا اللقاء. القرمة الذي يبحث عن فوز تاريخي في هذا اللقاء، يعني فوز أكيد سوف يكون أول انتصار هنا في ملعبه في ميدانه، النادي الذي أسس عام 2021 هناك في مدينة القرمة، مدينة المعامل، مدينة المصانع، مدينة الزراعة، سلة الأنبار الغذائية. مدينة القرمة تبعد طبعا بعض الكيلومترات عن مدينة الفلوجة، لكن طبعا تم تسميتها بالقضاء. لديها طبعا أكثر من 100,000 نسمة يسكن في هذه المدينة طبعا التي تضم العديد من الأحياء والمدن الجميلة، مثل طبعا منطقة الرشاد، منطقة الجزارة، منطقة السجر، وأيضا أهم شارع فيها هو شارع 20. هل اليوم نشاهد فرحة وأفراح في شارع 20 في هذه المدينة، أم نادي النفط يعكر الأجواء؟ أكيد مباراة ليس سهلة، الفريقان قدما مباراة أولى في الأسبوع الأول، مباراة جيدة، مباراة ممتازة، سواء القرمة مع الشرطة أو النفط مع النجف. سامهين في منتصف الملعب، هنا تمريرة من اللاعب كرار سالم، لكن هناك خطأ لمصلحة نادي النفط، خطأ لمصلحة حيدر حسين الذي يجدد لموسم قادم. وهنا بطاقة صفراء على البرازيلي جيفرسون دوس سانتوس، بطاقة صفراء مبكرة جدا على البرازيلي جيفرسون دوس سانتوس الذي سبق وأن لعب مع نادي الحالة البحريني. خطأ الآن لمصلحة نادي النفط، الشاهد والدخول القوي من البرازيلي جيفرسون،
شاهدنا الإعادة في أكثر من لقطة. نعم، استخدم يده اليمنى بوجه اللاعب حيدر حسين، وبالتالي الحكم أحمد محمد احتسب خطأ، وأيضا لم يكتفي بالعقوبة الفنية وإنما عقوبة إدارية. محمد حميد دام التوجيهات، أكيد فريق القرمة يمتلك بعض اللاعبين أصحاب الخبرات وأصحاب البطولات ضمن الدوري العراقي. هنا ستار ياسين يلعب الكرة والإبعاد من جيفرسون، عادت لستار ياسين يلعب الكرة العالية، خروج لمحمد حميد والإبعاد بقبضة اليد والكرة الخطيرة، لكن هناك خطأ. محمد حميد الملقب بسوسوكي امتدادا للحارس اياد خضر، ايضا كان حارس لنادي الشرطه. اياد خضر ايضا كان يلقب بساسوكي، ومن ثم جماهير الشرطه لقبت محمد حميد ساسوكي. هنا الان كره لمصلحه نادي النفط، 5 دقائق الاولى النفط افضل. هنا محاوله المرور من جابرييل رامسيس، ما زال يحتفظ بالكره، يلعب الكرار سالم المنطلق من جهه اليمين، وهنا لعب الكره واصطدت، لكن لمست كرار سالم والى الخارج، رميه جانبيه. جماهير تغلف مدرجات ملعب الرمادي، الذي طبعا بصراحه اداره نادي الرمادي وايضا مديريه بلديه الرمادي ساهمت كثيرا بتاهيل هذا الملعب واخراجه بافضل صوره ممكنه. اكيد هناك ملعب ايضا من المتوقع ان يكتمل في نهايه هذا العام، ملعب نادي الجولان، ايضا ملعب بمواصفات دوليه، لكن ايضا ملعب الرمادي بحله جديده يعني جيد نوعا ما. نعم، الارضيه ليست بافضل احوالها، لكن افضل من الموسم الماضي عندما شاهدناه في مباريات الدوري الدرجه الممتازه. الكره الان قطعت من جويل، عادت مصلحه نادي النفط اكثر حيازه، اكثر وصولا للمرمى بالنسبه لنادي القرمه. 1-2 جميل هناك من جهه اليسار، وتمرير لستار ياسين داخل مصا، والكره العرضيه جول عن طريق اللاعب جابرييل رامسيس، يسجل اول اهداف اللقاء في الدقيقه 7. هدف مبكر لمصلحة نادي النفط، لمصلحة نفط بغداد، يشعل هذا اللقاء بهدف مبكر عن طريق هذا الرمسيس، عن طريق هذا الجابرييل الذي يسجل أول أهداف هذا اللقاء في الدقيقة 7 بعد كرة جميلة من جهة اليسار. لا يا سيد المخرج، أعد لنا الهجمة منذ البداية. شاهد التمريرة تقريبا على خط واحد، لكن أيضا هناك عودة للفار وعرضية ستار ياسين إلى رامسيس الذي يلعب الكرة بالزاوية الصعبة لمحمد حميد ليعلن عن أول أهداف اللقاء لمصلحة نادي النفط، لمصلحة القمصان الخضر. القرمة وجماهيرها لم تتوقع هذا السيناريو، لم يتوقع، نعم لم يتوقع أي أحد، لكن كرة القدم أم المفاجآت، كل شيء ممكن حدوثه في كرة القدم. كرة الآن نادي النفط منذ الدقيقة الأولى داخل مركز. طبعا هدف أول الآن لمصلحة نادي النفط. هل نشاهد ردة فعل فريق القرمة على هذا الهدف المبكر؟ هذا هو حيدر حسين يجدد لموسم آخر، تمريرة لمصلحة اللاعب ياسر ناجي حاول مع الكرة لكن قطعت، عادت لمصلحة علي ياسين تمريرة هناك لجهة اليسار لأحمد خالد واللاعب نادي نوروز الموسم الماضي. ستار ياسين لاعب تكتيكي مهم جدا، كثير التحرك. شاهدنا ستار ياسين كيف وصل منطقة الجزاء واستلم الكرة ولعب الكرة العرضية، ورامسيس سجل هدف. عباس قاسم أيضا سوء تمركز خط الخلفي لنادي القرمة كان سبب الهدف. شاهد عباس قاسم أخذ وقتا طويلا ومن ثم لعب الكرة الطويلة. هنا الكرة العالية ورأسية من اللاعب ياسر ناجي، عادت من جديد في منتصف الملعب لويندرسون داسلفا من جهة اليمين. سيدريك يلعب الكرة العرضية بعيدة جدا إلى الخارج ركلة مرمى. علي ياسين حاول أن يهدئ اللعب نوعا ما، هذا هو فرانك سيدريك
سبق واللعبة مع كوتون سبورت هناك في الكاميرون، واتحاد طنجة المغربي، وهلال الشاب التونسي، وأيضا لديه مشوار في الدوري العراقي مع زاخو، مع الكهرباء، مع القوة الجوية، والآن مع نادي القرمة. علي ياسين يلعب الكرة الطويلة، الكرة العالية هنا الرأسية وإلى الخارج. الرأسية كانت من عبد الله خلف إلى الخارج، رمية جانبية. عبد الله خلف سبق واللعبة مع الديوانية ومع نفط الوسط، والآن مع نادي القرمة. عادل نعمة سنوات طويلة 54 عام مع الحدود، وأيضا درب الطلبة والقاسم والصناعة الكهربائية ونفط الوسط، والآن مع النفط في تجربة جديدة. تلعب من كرار سالم، ابعدت من البرازيل جيفرسون لسجاد رعد القادم من نادي كربلاء، صاحب الخبرة والتجربة الكبيرة. نادي القرمة اغلب اللاعبين لديهم الخبرات الكافية ليكون رقما صعبا في الدوري العراقي، لكن يبقى اسم النادي اسم جديد على مستوى دوري نجوم العراق. هنا الآن رامسيز صاحب الهدف الأول يلعب الكرة لكرار سالم، يلعب الكرة العرضية، وهنا الإبعاد من محمود خضير، عادت لمصلحة محمد عدنان. دوحي مع الكرة، تمريرة لمن يا دوحي، بداية غير جيدة، 10 دقائق أولى غير جيدة لنادي القرمة، الكثير من الأخطاء. هنا التمريرة داخل مغزى، أحمد خالد يلعب الكرة لكن اصطدت بعباس قاسم وإلى الخارج. أحمد خالد تعودنا عليه كلاعب قلب دفاع مع نادي نوروز، لكن الآن مع نادي النفط. نادي النفط عادل النعمة أجرى تغييرين على التشكيلة التي لعبت أمام النفط، دخول أحمد خالد بديل لفاضل كريم، ودخول حيدر حسين بديلا لحسام جاد الله. غازي فهد صاحب 50 عام، لاعب الأندية الزبور والميناء ودهوك والزوراء، وأيضا درب فئات عمرية هناك مع نادي العين، ودرب اتحاد كلباء الإماراتي، وأيضا درب الميناء وأربيل. وركنية أخرى لمصلحة نادي النفط الذي يشكل أفضلية على مستوى الأداء وأيضا الأهم على مستوى النتيجة. سامسون المدافع الهداف في الموسم الماضي، سجل العديد من الأهداف، يسجل دائما على الفرق الجماهيرية. يحاول ياسر أو محمد عدنان، لكن قطعت الكرة، والكرة الآن إلى الخارج لمن الرمية الجانبية لمصلحة نادي النفط، واعتراض من محمد دوحي اللي سجل الهدف الأول في مرمى نادي الشرطة. رمية جانبية، كرار سالم القادم من نادي الحدود، مدافع اليمين، الرمية الجانبية لكن قطعت. يحاول عبد الله خلف، ما زالت الكرة مع عبد الله خلف، مر بصورة جميلة. عبد الله تأخر بالتمرير، وهناك خطأ لمصلحة عبد الله خلف، لكن تأخر نوعا ما بالتمرير، كان عليه أن يلعب الكرة بصورة أسرع. القرمة هناك بطء. هل غياب محمد مسر في وسط الملعب يعني يؤثر على الفريق من ناحية لعب الكرات الأمامية؟ هنا الكرة الأمامية لكن قطعت من سامسون دير، اللاعب النيجيري لاعب النادي لوب ستارز، أيضا مع نفط الوسط ومع النفط الموسم الثاني على التوالي. عبد الله خلف رمي جانبي داخل متزال، الكرة الخطيرة لكن الابعاد يحاول الآن جيفرسون، أيضا بعد الكرة فرانك سيدريك وأحمد خالد، من سوف ينجح؟ أحمد خالد نجح وأبعد الكرة. هل خرجت؟ نعم خرجت إلى رمية جانبية. توقعنا من جماهير الأنبار اليوم يعني تكون أكثر صخبا، أكثر ضجيجا في المدرجات، لكن المدرجات كأنها خاوية، يعني لا نسمع ذلك الضجيج الذي توقعناه ونعرفه. يعني نعرف جماهير الأنبار، يعني سواء كان هنا في الرمادي أو بقية المدن، دائما ما يكون الجمهور شغوف جدا، دائما ما يكون مساند ومؤازر ويشجع الفريق. علي ياسين، شاهد الجماهير جالسة حتى على طبعا السياج الجانب، أكيد لا وجود لأي مقعد فارغ في ملعب الرمادي. يعني الأرقام التي وصلتني 14,000 متفرج، وهناك بعض المتفرجين خارج الملعب، يعني حسب ما وصلني من معلومة من ملعب الرمادي.
شاهدنا الإعادة واللقطة المشتركة والدفع من أحمد خالد على سجاد رعد. سجاد رعد صاحب التصويبات اليسارية الخطيرة، وأيضا يجيد الكرات الثابتة. كرة الآن القرمة يحاول ياسر ناجي لكن لم يسيطر على الكرة. محمد دوحي وكرار سالم. دوحي يسيطر على الكرة لكن رامسيس في السراء وفي الضراء، في الدفاع وفي الهجوم. دوحي يحاول افتكاك الكرة مرة أولى والثانية، افتك الكرة لاعبي القرمة، وصل البرازيلي واندرسون دا سيلفا ما زال يحتفظ بالكرة، يريد الحصول على ركنية. نعم يحصل على ركنية البرازيلي، وسط تشجيع وتصفيق من جماهير الأنبار. اليوم الأنبار وكل الأنبار حضرت لمؤازرة هذا البرتقالي، لمؤازرة كتيبة هذا الرجل غازي فهد علي ياسين. يعرف خطورة هذا اللقاء، يعرف صعوبة هذه المواجهة منذ سنوات طويلة، بالتمام والكمال 13 عاما، وهذا الملعب يغيب عن دور الأضواء، يغيب عن دور النخبة، لكن يعود وعاد عن طريق القرمة، النادي الحديث العهد لكن كبير بالأداء. شاهدنا في الموسم الماضي كيف استطاع الوصول للمباراة النهائية. نعم خسر أمام ديال الفرق لكن كانت جزاء ترجيحية، لكن حقق المهم وهو الوصول إلى دور النجوم للمحترفين بنسخته الثانية. سجاد رعد مثل ما ذكرت هو صاحب التخصص، وهنا حكم اللقاء أحمد محمد ينبه ويوجه اللاعبين، وهناك بطاقات صفراء على من؟ هل على ستار ياسين وعباس قاسم؟ من اللاعب الذي سوف ينذر؟ وأحمد محمد يجب أن يخرج اللاعبين من الزحمة من أجل إعطاء البطاقة الصفراء على أحمد خالد وعباس قاسم قلبي دفاع فريق القرمة، لديهم بطاقات صفراء. البرازيلي جيفرسون وعباس قاسم حذار من الأخطاء، ونعرف صعوبة هذا المركز. لكن الآن نعود ركنية عن طريق سجاد رعد. هل نشاهد هدف التعديل عن طريق الكرات الثابتة، عن طريق الركلة الركنية؟ ماذا هناك يا سيد الحكم؟ تأخرت هذه الركنية كثيرا، والآن يعطي الأذن والأمر بلعب الركنية على القائم الأول. وهنا الإبعاد، السكند بول لمصلحة النفط، والإبعاد من سامهين وأقرب لها محمد حميد الذي يلعب الكرة الطويلة والعالية، أقرب لأحمد خالد، يسيطر على الكرة، يلعبها بالهدوء، وكرات القصيرة جهة اليسار خطيرة. هنا محاولة مرور، لكن البرازيلي من أمام رامسيس الخطير مرة نشاهد على جهة اليمين، ومن ثم نشاهده ينقض داخل منطقة الجزاء من أجل الزيادة العددية، ويأتي من الخلف. يعني هذا اللاعب يلعب ما بين الخطوط وما بين قلبي الدفاع، يعرف تماما كيف يستلم الكرات. للمرة الثانية ينجح في استلام الكرات، لكن هذه المرة جيفرسون أبعدها ركنية ثالثة من نفس الجهة، جهة اليمين لنادي القرمة، تلعب قصيرة وتبعد البحث عن هجوم مرتد. هل ينجح في الهجوم مرتد؟ لكن شاهد الضغط من لاعبين نادي النفط. هنا المحاولة حسام جاد الله، لكن قطعت طبعا تكلم عن حسام جاد الله موجود في دكة البدلاء لنادي النفط، كان من المتوقع أن يبدأ أساسيا، لكن لا أعرف يعاني من مرض أو ما إلى ذلك، وبالتالي بدأ حيدر حسين بديلا عن حسام جاد الله. هذه جماهير القرمة وصيف الموسم الماضي تواجه النفط الذي حصل على المركز 11. هنا يعني تمريرة خاطئة، عبد الله خلف يبين لك الوضع المرتبك لنادي القرمة في هذا اللقاء. هنا المحاولة من حيدر أو من أحمد صبري، لكن قطعت الكرة من اللاعب محمود خضير قادم من نادي الحدود والملقب ببوحة، وهناك خطأ. محمود خضير يطالب بالبطاقة الصفراء على أحمد صبري. هنا الإعادة، تدخل من أحمد صبري. نادي النفط شاهد شراسة لاعبين نادي النفط من خلال الانقضاض على لاعبين نادي القرمة. شاف ضغط متقدم،
عباس قاسم يلعب الكرة، وصلت إلى ياسر ناجي عالية، قطعت من أنجي جويل، ستار ياسين بالرأس، وصلت إلى جيفرسون أيضا تمريرة خطأ. كثيرة هي التمريرات الخاطئة من لاعبي نادي القرمة ولاعبيه لم يدخل اللقاء لغاية الآن. نتكلم عن 20 دقيقة ونشاهد الأخطاء من اللاعبين بالتمرير طبعا متواصلة. هنا عبد الله خلف، تمرير لفرانك سيدريك يحاول يلعب الكرة العرضية، لكن قطعت في اللحظة الأخيرة من اللاعب الكاميروني أنجل جويل القادم من نادي كربلاء. هذا هو فرانك سيدريك الذي حاول لعب الكرة العرضية، لكن على يبدو كان متسللا في هذه اللقطة. نشاهد الإعادة لتمريرة عبد الله خلف لفرانك سيدريك. نعم، تقدم بعض السنتيمترات، وبالتالي عباس قاسم، وهذه اللقطة المشتركة ما بين عباس قاسم وأحمد خالد، والبطاقة الصفراء كانت على عباس قاسم وأحمد خالد من قبل الحكم أحمد محمد. خلال 20 دقيقة أخرج البطاقة الصفراء في 3 مناسبات. كرة الآن رأسية والإبعاد، وصلت البرازيلي ويندرسون دا سيلفا. هذا هو ويندرسون دا سيلفا القادم من نادي بوتافوغو البرازيلي، نادي العريق هناك في البرازيل الملقب بالنار. كرة الآن شاهد قطعة الكرة من جيفرسون، ورمية جانبية لمصلحة نادي القرمة. الحكم المساعد الأول قريب جدا أدهم عيسى. هذا هو جابرييل رامسيز الذي سجل الهدف الأول. شاهد قطع على القائم الأول ولعب الكرة، والكرة أيضا طبعا ارتطمت بالمدافع وذهبت بالزاوية الصعبة على محمد حميد. أكيد دائم الصراخ، دائم التوجيه للاعبين والزملاء. هو بطبيعته لاعب قيادي. ساسوكي يلعب الكرة الطويلة العالية، وصلت لفرانك سيدريك الذي يغير الآن لجهة اليسار بعدما بدأ اللقاء في جهة اليمين، وذهاب اللاعب محمد عدنان لجهة اليمين. محمد عدنان دوحي نعرف خطورته في جهة اليمين أكثر من جهة اليسار، لكن هو حاول المدرب غازي فهد أن يفاجئ فريق النفط بعكس اللاعبين، سيدريك على اليمين ودوحي على جهة اليسار، لكن الآن عاد دوحي إلى مركزه وأتى سيدريك إلى جهة اليسار. هذا هو حيدر حسين وخطأ. ويندرسون يلعب الكرة، شاب رزاق أيضا من لاعبي الخبرة، لعب نادي القوة الجوية لفترتين أيضا مع نادي الحسين، مع نادي الكرخ، حقق لقب بطولة كأس العراق. كرة طويلة من جيفرسون باتجاه ياسر ناجي يحاول يلحق بالكرة قريب عليه فرانك سيدريك، لكن قطعت من اللاعب الكاميروني أنجل جويل. فرانك سيدريك على لعب الرمية الجانبية، يلعب الرمية الجانبية إلى سجاد رعد، إلى فرانك سيدريك من جديد. يحاول فريق القرمة أن يجد المساحة، أن يجد الفرصة من أجل التعديل، لكن لغاية الآن يعني لغاية الدقيقة 23 نادي القرمة لم يخطر مرمى الحارس علي ياسين بإجازة تامة. نعم، لم نشاهد أي خطورة، أي محاولة خطيرة من لاعبي نادي القرمة على مرمى نادي النفط. الآن ركنية ثانية لمصلحة نادي القرمة. يحاول نادي القرمة أن يعود إلى النتيجة عن طريق الركلات الثابتة، أكيد يعني بوجود عباس قاسم، بوجود جيفرسون دوس سانتوس، وأيضا ياسر ناجي وفرانك سيدريك. تلعب الركنية قصيرة وقطعت من ستار ياسين. ركنية أخرى يحاول أن يضغط فريق القرمة عن طريق الركلات الثابتة، عن طريق الركلات الركنية. ركنية أخرى الآن لسجاد رعد. شاهد سجاد رعد المتخصص بالكرات الثابتة، مشوار طويل في الدوري العراقي. سجاد رعد يلعب الركلة الركنية عالية سهلة للحارس علي ياسين، حاول أن يلعب الكرة على القائم الثاني لكن علي ياسين خرج ومسك الكرة. هذا هو ياسر ناجي مهاجم فريق القربة. كرة العالية من علي ياسين، أحمد صبري يحاول المرور
من اللاعب محمود الخضير، لكن ممتازة من محمود. لعب الكرة العالية، ياسر ناجي بالراس، لكن قطعت من انجل جويل، عادت لسجاد رعد، لكن ايضا قطعت. يعني هناك بطء لدى لاعبين نادي القرمة بالتمرير. وصلت احمد صبري، شاهد تمريرات سريعة الى حيدر حسين لستار ياسين، جهة يسار قوية جدا لنادي النفط. تلعب الكرة العالية جابرييل، لكن ممتازة من عبد الله خلف، والابعاد غير جيد داخل منطقة الجزاء. يحاول هنا التصويب من كرار سالم، لكن تصويبة ضعيفة ذهبت إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي القرمة. حاول يجرب حظ اللاعب كرار سالم، لكن الكرة ذهبت إلى خارج. ركلة مرمى تلعب الآن محمود خضير، جيفرسون يلعب الكرة العالية. هذا السلاح، الكرات الطويلة صعب جدا بوجود انجل جويل وسامسون دير. الثنائي قلبي دفاع نادي النفط يمتازان بالكرات العالية، بالكرات الرأسية، بالألعاب الهوائية، وبالتالي اسلوب الكرات الطويلة نعم موجود. ياسر ناجي يمتاز ايضا بالكرات الرأسية، لكن صعب جدا امام سامسون وانجل جويل. وبالتالي يعني نادي القرمة يعني شاهدناه في مباراة الشرطة كان أداء أفضل. يعني هل أرضية ملعب الرمادي أثرت على فريق القرمة؟ فرانك سيدريك يحاول أيضا تمريرات كثيرة وعديدة خاطئة. هنا التمريرة ستار ياسين باتجاه حيدر حسين، لكن طويلة جدا على حيدر حسين، ووصلت لمحمد حميد. هذا هو محمد حميد، المباراة الثانية على التوالي لا يحافظ على نظافة شباكه. في مباراة الشرطة استقبل هدفين، والآن يستقبل هدف. دوحي، أو هذا سجاد رعد، قريب عليه دوحي. سجاد رعد، كرة المشتركة، والحكم يعود ويحتسب الخطأ، أو يعطي الادفانتج. نعم يعطي الادفانتج، يعطى مبدأ الفائدة. هنا الكرة العالية، ياسر ناجي سيطر على الكرة، لكن أحمد خالد ممتاز. افتك الكرة لستار ياسين لجويل، يلعب الكرة إلى الخارج من أنجل جويل إلى الخارج. رمية جانبية. أداء دون المتوسط من الفريقين، النفط بالأفضلية النتيجة وأيضا بأفضلية الأداء، لكن الآن تراجع إلى الخلف. محاولة فرانك سيدريك، لكن قطعت الكرة من جديد البرازيلي وندرسون يحافظ على الكرة. مار وندرسون من أمام كرار سالم داخل منطقة الجزاء، والحكم يقول لا وجود لشيء. الحكم أحمد محمد في زاوية ممتازة، زاوية رؤية ممتازة أحمد محمد، ويقول لا وجود لشيء، ويطلب باستمرارية اللعب. لكن هو كان قريب جدا أيضا، يعني مباشرة أعطى طبعا الإشارة باستمرار اللعب. كرة الآن قطعت، البحث الآن على الهجوم المرتد. أحمد صبري، شاهد ستار ياسين كيف انطلق في جهة اليسار من أجل استلام الكرة. هنا التمريرة من قبل اللاعب حيدر حسين، عادت لأحمد صبري من جديد. أحمد صبري تمريرة لجابرييل رامسيس لحيدر حسين، يحاول التصويب، لكن ممتازة من إشهاب رزاق فرحان، منع اللاعب من التصويب، وبالتالي وصلت لمحمد حميد. المخرج يشير إلى أحمد محمد. هل كان هناك شيء في لقطة كرار سالم واللاعب البرازيلي وندرسون دا سيلفا؟ هنا الإعادة. نعم الاحتكاك موجود، لكن هل يرتقي إلى ركلة جزاء؟ أكيد. هكذا لقطات هي تقديرية لحكام اللقاء، يعني تشاهد حكم يحتسبها خطأ وحكم آخر يقول لا وجود للخطأ. لكن على العموم هو كان احتكاك ليس بذلك الاحتكاك الواضح كثيرا. هنا الكرة جميلة، عبد الله خلف انطلق من جهة اليسار، لعب كرة عرضية، لكن اصطدت بجويل، بالكاميروني جويل إلى الخارج. ركنية غازي فهد. مع من يتكلم غازي فهد؟ مع الحكم الرابع.
وليد البصرة، غازي فهد، ماذا هناك؟ هل هناك عودة؟ هل هناك عودة للفار؟ نعم، يعود الآن إلى الفار الحكم أحمد محمد بعدما خرجت الكرة، وجماهير القرمة تتفاعل مع هذه اللقطة. هنا شاهد الإعادة، يد كرار سالم على وجه البرازيلي وندرسون، لكن هل ترتقي إلى ركلة جزاء أم ماذا؟ هذه الحالة تقديرية، وحكم اللقاء أحمد محمد ماذا سوف يحتسب؟ ماذا سوف يقول؟ هل هناك ركلة جزاء للذئاب؟ طبعا إلى الصقور، الذئاب لقب الرمادي، الصقور لقب القرمة. هل هناك ركلة جزاء؟ ركلة جزاء للقرماوي، الذي يشير لركلة الجزاء الحكم أحمد محمد بعد العودة للفار. مثل ما ذكرت هكذا حالات هي تقديرية. يعني الآن عندما تجد مجموعة من الحكام، يعني هناك من يقول ركلة جزاء وهناك من يقول لا وجود ركلة جزاء. بطاقة صفراء على كرار سالم، البطاقة الثانية على لاعبي نادي النفط بعد أحمد خالد. الآن كرار سالم بعد مدافع اليسار، الآن الدور على مدافع اليمين. ركلة جزاء لمصلحة نادي القرمة، وكلام ما بين علي ياسين وأحمد محمد. التحديثات الأخيرة للقانون الدولي طبعا حق كابتن الفريق أن يناقش الحكم حول لقطات الفار، وبالتالي شاهدنا الحكم أحمد محمد كيف يتناقش مع علي ياسين ان اللقطة. نعم شاهد اليد اليسرى لكرار سالم على وجه اللاعب البرازيلي وندرسون دا سيلفا القادم من نادي بوتافوغو البرازيلي الملقب بالنار. وندرسون الآن وركلة الجزاء، وندرسون القادم من نادي النار من البرازيل، النادي العريق الذي عمره 120 عام، عمر نادي بوتافوغو. وندرسون وعلي ياسين، البرازيلي وعلي ياسين. وندرسون لعبت بالأعصاب ولعبت بالنار يا ابن النار، ابن نادي النار. وندرسون يضيع ركلة جزاء، وحسرة غازي فهد وجماهير القرمة وجماهير الأنبار. اعذروني يا نادي القرمة. نعم، جماهير اليوم وهي من مختلف مناطق محافظة الأنبار، من القام ومن هيت ومن عنة ومن راوة ومن حديثة ومن الخالدية ومن المبالي ومن أحياء الرمادي ومن الفلوج ومن الجولان ومن القرمة ومن جميع المناطق الجميلة في محافظة الأنبار الكبيرة، محافظة الأنبار العريقة، وينتظرون اليوم فوز تاريخي. لكن لغاية الآن التأخر بهدف وضياع ركلة جزاء. هنا الآن سجاد رعد والرأسية مرت من سيدريك، مرت من هذا الكاميروني. الرأسية هذا الكاميروني ذهبت فوق العارضة، والبرازيلي وندرسون أضاع ركلة جزاء. هذا البرازيلي بعدما لعب الكرة في الزاوية البعيدة عن الحارس أو الزاوية المغايرة للحارس، كون حارس المرمى علي ياسين ذهب لجهة اليمين، ولكن وندرسون لعب في جهة اليسار. لكن القائم الأيسر كان ندا لهذه الجماهير، وليس فقط ندا لك أيها البرازيلي وندرسون، وبالتالي ضاعت ركلة الجزاء عن طريق هذا البرازيلي ابن بوتافوغو البرازيلي، ابن هذا النادي العريق بوتافوغو. عمر هذا النادي 120 عام. بالسلامة للاعب نادي النفط. والحكم أحمد محمد يستدعي الكادر الطبي من أجل إسعاف هذا اللاعب. أكيد ما زالت درجات الحرارة مرتفعة. محسن البرازيلي شاهد مخرج حلو من عباس قاسم، ترجع لهذا اللاعب. جماهير القرمة
جماهير محافظة الأنبار، حتى من خارج محافظة الأنبار حضرت بعض الجماهير. صراحة شيء جميل من رابطة مشجعي نادي القرن. عدت العدة وجهزت طبعا جهزت ملعب أفضل تجهيز مع مديرية بلدية الرمادي. شيء جميل عندما تشاهد محافظة بأكملها تتعاون وتنسجم من أجل إظهار الملعب بأفضل صورة وتقديم الدعم والمساندة لأبناء القرمة. أكيد ولا يمثلون الآن القرمة فقط، إنما يمثلون جميع محافظة الأنبار في الدوري العراقي. إضافة نادي القرمة للدوري العراقي. هنا جبريل رمسيس الخطير يلعب الكرة العرضية، ستار ياسين، أحمد صبري يصوب لكن اصطدت محمود خضير. ما زالت أحمد صبري وستار ياسين لعب الكرة بيسراه. هذا هو أحمد صبري الذي سبق وأن لعب النادي زاخا. وتصويبة أحمد صبري اصطدت محمود خضير الذي يعاني من إصابة، والروح الرياضية حاضرة من أحمد صبري. وأحمد محمد الذي احتسب ركلة جزاء بعدما عاد للفار، لكن أضاعها البرازيلي وندرسون في الدقيقة 33. مخرج اللقاء مركز تركيز كبير مع وندرسون. شاهد هنا العودة للفار واحتساب ركلة الجزاء، وركلة الجزاء الأولى التي تم ضياعها في هذا الموسم. نعم، أول ركلة جزاء ضائعة في دورينا لهذا الموسم، موسم 24-25 الذي انطلقت مباريات الأسبوع الثاني. يوم الأول مباريات الأسبوع الثاني ديالى والشرطة، القرمة والنفط، الزهراء والكرخ وزاخ ونوروز، وتستكمل بلقاءات القوة الجوية والميناء، القاسم والكهرباء، دهوك وأربيل وكربلاء والنجف ونفط ميسان ونفط البصرة والطلب والحدود. هذا الأسبوع هو أسبوع الدربيات، نشاهد درب العراقة ما بين القوة الجوية والميناء، دربي الكردستاني، الدربيان كردستانيان دهوك وأربيل وزاخ ونوروز، وأيضا دهوك وزارة النفط ما بين نفط ميسان ونفط البصرة. كرة الآن عبد الله خلف يحاول، لكن جبريل رامسيس، وهناك خطأ على جبريل رامسيس صاحب الهدف الوحيد. خطأ لمصلحة اللاعب عبد الله خلف الذي انطلق من جهة اليسار بحثا عن لعب الكرة العرضية، لكن تدخل رامسيس صاحب الهدف الوحيد الذي سجله في الدقيقة 7. هدف مبكر جدا عمر هذا اللقاء. وندرسون الآن على لعب الكرة الثابتة. هل يصحح خطأ بإضاعة ركلة جزاء تسجيل هدف؟ سجاد الرعد هو يلعب الكرة العرضية، وهنا الإبعاد من الغاني محمد سادات والكرة الخطيرة، لكن علي ياسين هذه الكرة كان عن طريق اللاعب محمد سادات اللاعب الغاني. هنا علي ياسين أيضا يعاني من إصابة. بالسلامة لعلي ياسين كابتن الفريق، يوم كباتن الفريقين هم حراس المرمى محمد حميد وعلي ياسين. الكرة المشتركة ما بين ياسر ناجي وعلي ياسين، تعرض على إصابة أكيد الكرة المشتركة. بالسلامة لعلي ياسين، والسلامة لجميع الموجودين في هذا الملعب، ملعب الرمادي الذي يكتظ بالجماهير العاشقة للقرمة. ستار ياسين يلعب الكرة لأحمد خالد لمحمد سادات اللاعب الغاني قادم من الدوري الغاني طبعا، لاعب الارتكاز. علي ياسين يلعب الكرة العالية، وصلت لكرار سالم، لكن الكرة عندما تركها ترتطم بأرضية الملعب أكيد صعب السيطرة عليها. والآن رمية جانبية سامي هين قادم من نادي كربلاء، وصلت لعباس قاسم مع الكرة فريق القرمة. الآن طبعا ندخل الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، ونادي القرمة لم يهدد مرمى
فريق النفط سوى طبعا عن طريق ركلة الجزاء. ركلة الجزاء نعم كانت هناك بعض المحاولات، لكن كانت محاولات خجولة لا ترتقي إلى فرص محققة للتسجيل. نادي النفط عرف تماما عادل نعمة لغاية الآن، يعني يعرف تماما كيف يسير المباراة كما يريد، يعني يعتمد على الهجمات المرتدة والتحولات السريعة، وخاصة من جهة اليسار بوجود أحمد صبري وبمساندة من ستار ياسين من جهة اليسار، التي كانت سببا بالهدف الوحيد لغاية الآن في هذا اللقاء. عبد الله خلف يلعب الكرة الأمامية لفرانك سيدريك، لكن قطعت من كرار سالم. جابرييل وندرسون قطع الكرة إلى جيفرسون الثنائي البرازيلي. عباس قاسم صاحب الخبرة الكبيرة، عباس قاسم لاعب الطلبة ومارس بغداد وزاخة والزوراء، وأيضا احترف هناك في إيران مع نادي صنعة نفط عبادان الإيراني. وندرسون إلى عباس قاسم صاحب هدف التعادل في مباراة الشرطة. كرة العالية من عباس قاسم عنوانها كرار سالم. شاهد الكرات مقطوعة من قبل لاعبي الفريقين. وصلت لفرانك سيدريك، سيدريك تمريرة لدوحي، دوحي صوب كرة جميلة من لاعبي نادي القرمة. نعم هذا هو لعب القرمة، هذا هو أداء القرمة. الكرات القصيرة السهلة وصلت للاعب محمد عدنان دوحي الذي صوب أبو يسراه، لكن الكرة ذهبت فوق العارضة. محاولة جيدة من فريق القرمة. شاهدنا التمريرة لفرانك سيدريك، لا فرانك سيدريك عاد من التسلل لفرانك سيدريك. لو أتى الهدف لكان هناك عودة للفار. أحمد خالد إلى محمد سادات. ماذا هناك راية وتسلل، هناك راية وتسلل. عادل نعمة بعد سنوات طويلة مع نادي الحدود ينتقل إلى نادي النفط. جيفرسون لديه بطاقة صفراء. جيفرسون عبد الله خلف. شاهد فريق القرمة يعاني بالخروج بالكرة، يضطر لعب الكرة الطويلة محمد حميد بسبب الضغط العالي من لاعبي فريق النفط. هنا راسية سيدريك وصلت لدوحي. محمد عدنان لم يسيطر عليها. سامي إلى ستار ياسين. قطعت الكرة عادت السجاد رعد. سجاد رعد يلعب الكرة بصورة جميلة لا اللاعب محمد عدنان. محمد عدنان يلعب الكرة عرضية وسامسون دير أبعدها إلى ركلة ركنية لمصلحة نادي القرمة. هذا هو سامسون دير المدافع الهداف النيجيري، أبعدها إلى ركلة ركنية. آخر 3 دقائق من 45 دقيقة الأولى من لقاء القرمة والنفط هنا في ملعب الرمادي في محافظة الأنبار الجميلة. ياسر سجاد رعد على لعب الركلة الركنية. هنا الراسية مرت وأبعاد من ستار ياسين. أقرب إلى محمود خضير يضغط جابرييل رامسيس، يضطر محمود خضير لعب الكرة لمحمد حميد إلى الخلف. محمد حميد أكيد يلعب الكرة الطويلة محمد حميد إلى محمد عدنان بالراس، لكن أقرب إلى جويل تمريرة إلى أحمد صبري لأحمد خالد. يحاول محمود خضير من أحمد خالد، لكن ممتاز أحمد خالد لعب الكرة بصورة جميلة، لكن أحمد صبري تمريرة مقطوعة. البرازيلي وندرسون يتحصل على خطأ. وندرسون الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول. وندرسون تمريرة خاطئة من وندرسون. أكيد تأثير ركلة الجزاء ما زال تأثير إضاعة ركلة الجزاء على اللاعب وندرسون. هنا دفع واضح جدا من محمد سادات من اللاعب الغاني محمد سادات، دفع واضح وخطأ لمصلحة نادي القرمة. هل يعود نادي القرمة في نهاية الشوط الأول عن طريق الكرات الثابتة؟ تحصل العديد من الكرات الثابتة لكن لم تستغل. خطأ هنا لمصلحة محمد عدنان واضح جدا. سجاد رعد المتخصص بالكرات الثابتة. علي ياسين يترقب، تلعب الكرة العالية مرت من الجميع ووصلت إلى ركلة مرمى.
ركلة مرمى. طبعا الكرات الثابتة لا تلعب بالصورة الصحيحة. شاهد ياسر ناجي يتكلم مع سجاد رعد حول لعب الكرة الأخيرة. دخلنا خلاص الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. كم سوف يضيف حكم اللقاء أحمد محمد؟ وقت محتسب بدأ عن الضائع. شاهد مشتاق كاظم مدير الفريق يتكلم مع عادل نعمة. خبرة إدارية كبيرة مشتاق كاظم. كرة الآن ويندرسون، تمريرة أيضا خاطئة. تمريرات عديدة لويندرسون البرازيلي خاطئة. لاعب خط وسط يمرر تمريرات خاطئة أكيد أكثر من علامة استفهام. صاحب الهدف الوحيد جابرييل رامسيز. الدقيقة السابعة خلاص 45 دقيقة انتهت. كم سوف يضيف؟ 4 دقائق. 4 دقائق كوقت محتسب بدأ عن الضائع. كرة الآن قطعت بالراس من رامسيز، ابعاد من شهاب رزاق، يضغط ياسر ناجي على جويل الى علي ياسين، وعلي ياسين يشد في اللحظة المناسبة. عباس قاسم بالراس، الاستحواذ 52% للقرمة 48% للنفط. احمد صبري الى حيدر حسين، قريب عليه عباس قاسم، حيدر وعباس، حيدر مع الكرة يلعب الكرة العرضية، وهنا الابعاد من عبد الله خلف يغطي خلف قلبي الدفاع، خلف قلبي الدفاع. شهاب رزاق، شهاب رزاق تأثير. هل السؤال الذي يطرح الآن، هل غياب محمد مصر أو عدم إشراكه مالك هيبي المالك شر؟ إحدى القفشات الموجودة في مدرجات ملعب الرمادي. عودة للسؤال، هل عدم إشراك محمد مصر في وسط الملعب يعني أثر على خط وسط فريق الجرماء؟ هنا الكرة الخطيرة وتصويبة، يا الله دوحي محمد عدنان كاد أن يسجل هدف التعادل بعدما طبعا افتك الكرة من دفاعات فريق النفط وصوب الكرة، لكن ذهبت إلى الخارج ركلة مرمى، ذهبت إلى الخارج ركلة مرمى. حاول محمد عدنان لكن تصويبته ذهبت إلى الخارج. ركلة مرمى الآن علي ياسين على تنفيذ ركلة المرمى، تلعب ركلة المرمى عالية هنا بالراس من فرانك سيدريك، من جديد كرار سالم، هنا رأسية ستار ياسين ابعاد من جيفرسون، ويندرسون وجيفرسون الثنائي البرازيلي. شاب رزاق يحاول أن يلعب الكرة لكن قطعت، وأيضا ويندرسون بالخطأ إلى الخارج. ارتكب العديد من الأخطاء هذا البرازيل ويندرسون في الشوط الأول. الخطأ الأكبر كان هو ضاعة ركلة الجزاء، لعب الكرة والقائم القائم كان ضد أصحاب الأرض والجمهور. بالراس من عبد الله خلف، احمد صبري لم يسيطر على الكرة، وصلت لعباس قاسم. عباس قاسم صعب جدا فريق القرن يسجل هدف من خلال طريقة اللعب هذه، اللعب الكرات الطويلة. وصلت الآن سجاد رعد إلى محمد عدنان، دوحي يلعب الكرة العرضية لكن صدت بأحمد. أحمد خالد يقدم مباراة كبيرة، مدافع يسار فريق النفط. محمد عدنان يحتفظ بالكرة، يلعب لها ويندرسون لعبد الله خلف، أيضا تمريرة خاطئة. إذا احتسب التمريرات الخاطئة لويندرسون على الأقل 7 تمريرات خاطئة. الآن ويندرسون من جديد إلى فرانك سيدريك يلعب الكرة لياسر ناجي إلى دوحي يصوب لكن قطعت، عادت لعبد الله خلف إلى فرانك سيدريك، قريب عليه جابرييل رامسيز. صراع أفريقي وفي الأخير إلى ركنية في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع. هل يعود القرمة؟ سجاد رعد تلعب الركنية قصيرة، هنا الرأسية لكن سهلة بأحضان الحارس علي ياسين. كاد ياسر ناجي أن يسجل هدف التعادل لكن رأسيته كانت في المكان الذي يقف به الحارس علي ياسين. شاهد أو رأسية البرازيلي جيفرسون، البرازيلي المدافع جيفرسون، والكرة كانت سهلة بأحضان الحارس علي ياسين.
خلاص 4 دقائق انتهت، وحكم اللقاء ينهي احداث الشوط الاول بتقدم فريق الدفط منذ الدقيقة 7 عن طريق اللاعب جابرييل رامسيز على حساب نادي القرن. أحبة المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، استراحة قصيرة ونعود إليكم مجددا. يلا سنتوري، يلا ابطال، يلا يلا. اوكي سادات، اوكي. جاي يقول لي مسدس شوف ما جاي.
واخر بيحكي عن تعرف تعصب عطوش تقول منطق ان الجيوغراف ضمن من طلعونا لعبه عمر انت مو ابن امه بداية لعب
يلا كرر بطل كرر. أعزائي المشاهدين قنوات شبكة الإعلام العراقي نحييكم مجددا وأحداث الشوط الثاني مباراة ناديي القرمة والنفط ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دوري نجوم العراق للمحترفين بنسخته الثانية. تركنا الشوط الأول لمصلحة نادي النفط بهدف اللاعب الكاميروني جابرييل رامسيز في الدقيقة السابعة. القرمة يبدأ بالتغييرات، غازي فهد يبدأ بالتدخلات، يدخل اللاعب محمد مزهر لكن بديل من؟ البديل البرازيلي وندرسون. صراحة البرازيل وندرسون خارج التغطية في الشوط الأول، أخطأ كثيرا من ناحية التمريرات وأيضا أخطأ بركلة الجزاء. محمد مزهر هل يعيد التوازن إلى نادي القرمة؟ هل يعيد فريق القرمة في هذا اللقاء الرئيسي الآن؟ عبد الله خلف محاولة شاب رزاق وهناك خطأ لمصلحة شاب رزاق على اللاعب سامي هين لاعب تكتيكي. خروج سجاد رعد ياسر ناجي ودخول جون اوكولي وطبعا محمد مزهر. تبديلين وليس تبديل واحد، تبديلين لمصلحة فريق القرمة لغازي نهد النيجيري. خروج سجاد رعد ودخول محمد مزهر، يعني متبقي اللاعب البرازيلي، وجود اللاعب البرازيلي قعد سوف يخرج اللاعب البرازيلي. على العموم طبعا تشكيلة نادي القرمة بعد التبديلات: حميد فراس المرمى، محمود الخضير، جيفرسون دوس سانتوس، عباس قاسم، عبد الله خلف، شاب رزاق، سجاد رعد الذي خرج ودخل معنا محمد مزهر، فرانك سيدريك، وندرسون دا سيلفا، ياسر ناجي، ومحمد عدنان، وجون اوكولي النيجيري بديل ياسر ناجي. بينما تغيير فريق النفط لا وجود لاي تغييرات. يعرض في المرمى علي ياسين، كرار سالم، سمسون دير، انجل جويل، احمد خالد، محمد سادات، سامي هين، ستار ياسين، واحمد صبري، وجابرييل رامسيز، وحيدر حسين. هنا الكرة المحاولة فراك سيدريك لكن ابعدت، عادت برازيلي وندرسون يضغط عليه رامسيز، يلحق بالكرة وندرسون، تمريرة عبد الله خلف خاطئ، سامي هين مار سامي هين بصورة جميلة، انطلق سامي هين مرر لحيدر لكن قطع البرازيل جيفرسون قطع الكرة من جديد. كرة العالية القرمة هل تستطيع العودة في الشوط الثاني بعد تدخلات غازي فهد؟ ادخال لاعبين دفعة واحدة في فترة الاستراحة. اكيد فريق القرمة في الشوط الاول لم يكن فريق القرمة الذي شاهدناه في لقاء الشرطة. محمد مزهر يلعب الكرة الأمامية الجميلة، تمريرة وعلي ياسين ممتازة على طريقة لاعب الليبرو، وعادت الكرة من جديد لعلي ياسين الذي يبعد الكرة، شتت الكرة عاليا هنا بالراس من أحمد صبري، عباس قاسم إلى محمود خضير، محمود خضير يحاول لكن افتكت الكرة، أحمد صبري مرة انطلق لكن محمود خضير بالعودة الدفاعية السريعة وهناك خطأ لمصلحة اللاعب أحمد صبري الذي يطالب بالبطاقة الصفراء على محمود خضير. 4 بطاقات صفراء في الشوط الأول، والأربع بطاقات كانت على المدافعين قلبي دفاع فريق القرمة، جيفرسون البرازيلي وعباس قاسم
طبعا الأظهرة الدفاعية لفريق النفط كرار سالم وأحمد خالد. محمد حميد يوجه، لا يريد أن يتلقى هدف مبكر في الشوط الثاني كما تلقى هدف مبكر في الشوط الأول. أحمد خالد على تنفيذ الخطأ، ستار ياسين أمام أحمد خالد. أحمد خالد يلعب الكرة والإبعاد، الإبعاد من المهاجم المتراجع جون أوكولي الواضح على الصورة النيجيري القادم من نادي السويحلي الليبي، وأيضا لعب في الدوري المصري مع المقاولين العرب. ركنية الآن لمصلحة نادي النفط. رامسيس على لعب الركلة الركنية، جابرييل رامسيس يلعب الركلة الركنية وهنا الرأسية لكن بعيدة وما زالت داخل الملعب. ومحمد حميد لم يسيطر على الكرة، الابعاد من الدفاعات البحث عن الهجوم المرتد. كرة عالية باتجاه اوكولي يضغط على علي ياسين، وعلي ياسين بمبدأ الأمان. لا ستار ياسين إلى الخارج رمية جانبية. ضغط من اوكولي على علي ياسين، رمية جانبية لمصلحة نادي القرمة. 5 دقائق أولى مرت من الشوط الثاني، 50 دقيقة من المباراة، وما زال نادي النفط يتقدم على نادي القرمة منذ الدقيقة 7 عن طريق الكاميروني جابرييل رامسيس. كرة الآن إلى جيفرسون البرازيلي عبد الله خلف. يحاول فريق القرمة الآن أن يسيطر على الكرة، أن يستحوذ، أن يجد الفرصة والمساحة. كرة العالية وصلت لدوحي لكن لم يسيطر على الكرة محمد عدنان، وإلى الخارج رمية جانبية. أحمد خالد حذار لديك بطاقة صفراء. شاهد حكم يأمر له بمواصلة اللعب. كرة الآن حيدر يحاول الحفاظ على الكرة لكن محمود خضير دافع قوي. محمود خضير الكرة لم تخرج، الآن خرجت رمية جانبية. ممكن أن تتلقى بطاقة صفراء مجانية على هذه الحركة يا أحمد صبري. نعم شاهد تنبيه على اللاعب مباشرة من الحكم محمد حمد. تعجبني شخصية هذا الحكم أحمد محمد، قريب جدا من جميع الحالات. جيفرسون دوس سانتوس، تمرير لعبد الله خلف، ولا تمريرات خاطئة كثيرة جدا من لاعبين نادي القرن. سلسلة التمريرات الخاطئة مستمر منذ الشوط الأول إلى الشوط الثاني. كرار سالم قادم من نادي الحدود، أتى هو والمدرب عادل نعمة. تلعب رمية جانبية. فريق النفط غير كثيرا بالتشكيلة. نتكلم عن المدافعين الآن، 3 مدافعين جدد: أحمد خالد، أنجي جويل، وكرار سالم. خط المنتصف أيضا سامي هين ومحمد سادات وستار ياسين. الخط الهجومي أحمد صبري وجابرييل رامسيس. غير الكثير فريق النفط. يعني بداية الموسم الماضي عانى نادي النفط، كان هناك نتائج سلبية لنادي النفط في بداية الموسم، لكن سرعان ما عاد وسجل النتائج جيدة، وفي الأخير حقق المركز 11 بعدما جمع 46 نقطة. عباس قاسم، تمريرة جميلة لسيدريك لويندرسون دا سيلفا يبحث عن تصويب، صوب ويندرسون لكن بعيدة جدا من البرازيل. ويندرسون يحاول التصويب لكن شاهد عادل نعمة يقول أقوى. نعم الضغط يكون أقوى، لا تدع اللاعب يصوب بهذه الأريحية. هذا البرازيلي ويندرسون الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 34 من الشوط الأول. شاهد هنا الإعادة، لمسة سيدريك الجميلة للبرازيلي ويندرسون. لقطة فنية جميلة من فرانك سيدريك. كرة الآن محمد سادات، تغيير اللعب تماما هناك للجهة اليمين. كرار سالم المنطلق، كرار يلعب الكرة العالية داخل منطقة ذهب، عاد من عباس قاسم، محمد مسر
الى فرانك سيدريك. محمد مزر يحاول المرور لكن ستار ياسين اقرب. ستار ياسين يقدم مباراة كبيرة في وسط الملعب. الكرة الان محمد سادات، سامسون دير. فريق النفط لا يريد الاستعجال تماما بلعب الكرة الامام، يريد الاحتفاظ بالكرة لأطول فترة ممكنة، لأكثر عدد ممكن من التمريرات. ضغط الآن، افتكاك الكرة، أوكولي لا دوحي. محمد عدنان يبحث عن تصويب قريب على ستار ياسين. محمد عدنان يلعب الكرة العرضية لكن كرار سالم بالعقل وبالصدر للحارس علي ياسين. ضغط كان من لاعبي فريق القرمة وافتكوا الكرة والبحث على الهجوم المرتد، لكن الزيادة العددية لم تكن متواجدة بهذه اللقطة وأعادها بسهولة كرار سالم للحارس علي ياسين. علي ياسين يلعب الكرة الطويلة باتجاه حيدر حسين. عباس قاسم بالراس إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة فريق النفط. فريق العريق على مستوى الدوري العراقي، شارك في العديد والكثير من المواسم، أحرز المركز الثالث أفضل إنجازاته. يحاول الآن فريق النفط منذ مباراة النجف وقدم أداء جيد، والآن أيضا أداء ممتاز. فريق النفط فاضت شخصيته بالملعب. فريق النفط نعم واضح جدا. شاهد فريق النفط كيف يتلاعب بالكرة، وهنا العرضية لكن ابعدت من جديد الآن لمصلحة فريق النفط. ستار ياسين، أحمد خالد إلى محمد سادات، سامسون دير، كرار سالم لكن بعيدة على كرار سالم وبعيدة على حيدر حسين لمصلحة محمد حميد يلعب الكرة العالية باتجاه أوكولي. جون أوكولي يحاول الضغط أيضا على ياسين، يخرج على طريقة اللاعب الليبرو كقلب دفاع خلف المدافعين، يغطي الكرات الساقطة وبالتالي أبعدها إلى رمية جانبية. عادل نعمة دائم التوجيه، دائم التواصل مع اللاعبين، لديه نوع من العصبية. عادل نعمة مشوار طويل كلاعب وكمدرب، 54 عام من العطاء سواء في اللعب أو في التدريب. تكلم عن عادل نعمة، درب أندية الحدود ونفط الوسط والطلب والصناعة الكهربائية والقاسم، لكن أكثر فترة طبعا درب بها هو نادي الحدود، وأيضا كان ضمن الكوادر لمنتخباتنا الوطنية الفئات العمرية، أيضا مثل منتخبنا الوطني كلاعب وكمدرب. نتكلم عن المنتخبات الوطنية طبعا. كرة الآن حيدر حسين، يحاول حيدر يحتفظ بالكرة، مرر الكرة إلى جابرييل رامسيز. جابرييل يلعب الكرة العرضية، عباس قاسم يلعبها لجيفرسون. كرة طويلة باتجاه محمد عدنان. إذا أتى هدف التعادل لنادي القرمة بنسبة كبيرة سوف يكون عن طريق اللاعب محمد عدنان، يعني اعتماد كبير على لاعبي القرمة على هذا اللاعب. علي ياسين يلعب الكرة العالية بالراس من فرانك سيدريك، يحاول، الكرة خرجت طالت على جيفرسون أو على وندرسون إلى الخارج. رمية جانبية. شاهد لغاية الآن الأداء متوسط، اللعب محصور في وسط الملعب، كرات خاطئة كثيرة خاصة من جانب فريق القرمة. يعني الكل توقع القرمة أن يكون أداءه أفضل من هذا الأداء، لا أحد كان متوقع أن هذا الأداء خاصة على المستوى الهجومي أداء غير جيد بالمرة. نعم صحيح وضع ركلة جزاء لكن لم يصنع العديد من الفرص والمحاولات. أيضا كرة خاطئة أخرى من فريق القرمة. وندرسون واضح جدا خارج التغطية تماما، يعني لا أعرف يعني غازي فهد لماذا استبدل سجاد رعد الذي كان أفضل من وندرسون. نتكلم يعني برأي شخصي، أكيد المدرب هو الأقرب، هو الأعرف بلاعبيه. توقعت التبديل سوف يكون لوندرسون وليس سجاد رعد.
احمد صبري 1-2 جميله. احمد صبري صوب، ومحمد حميد ابعد الكره. كره خطيره لمصلحه نادي النفط، وبردة فعل من محمد حميد بعدما اصطدت باحد المدافعين، ومحمد حميد نجح وابعد الكره. ابعد الكره الى نعم ابعد الكره، ومن ثم ابعاد من الدفاعات الى الخارج. الكره الان احمد خالد. فريق النفط ما زال افضل، ما زال افضل على مستوى الاداء وعلى مستوى النتيجه. محمد سادات الى احمد خالد. احمد خالد مار داخل منطقه الجزاء ويحاول التصويب، واصطدت. حيدر حسين يحاول لكن فرانك سيدريك، وهنا تصويبه. كره خطيره لكن مرت وعدت وذهبت الى الخارج. الى الخارج، ركله ركنيه بعدما اصطدت. النفط الان يصنع الخطوره على مرمى نادي القرمه. شاهد محمد حميد كيف ابعد الكره. ماذا هناك يا حيدر حسين؟ ماذا هذا الصراخ؟ لماذا هذه العصبيه؟ ركنيه الان، ربع ساعه من الشوط الثاني، 60 دقيقه من اللعب. النفط افضل، اكثر وصولا للمرمى، متقدم بالنتيجه. نشاهد غازي فهد ايضا يحضر لاعبين دفعه واحده. جابرييل رامسيس صاحب الهدف الوحيد على لعب الركله الركنيه. جابرييل يلعب الركله الركنيه العاليه، هنا الراس والابعاد. البحث عن الهجوم المرتد، هجوم مرتد سريع. تمرير الان، تعثر محمد عدنان، وما زال القرمه يتعثر. وبطاقه صفراء على محمد سادات، بطاقه صفراء على الغاني محمد سادات القادم من الدوري الغاني الى دوري نجوم العراق للمحترفين في هذا الموسم. بطاقه صفراء مجانيه كانت من محمد سادات. لعب الكره بعد الصافره. شاهد هنا الخطا على ستار ياسين، واتى محمد عدنان ولعب الكره. وايضا هناك لقطه زائده من محمد عدنان. الكره الان، ماذا هناك خطا على فرانك سيدريك بعد الكره المشتركه مع سامسون دير مع النيجيري، كاميروني مع النيجيري. نعرف الحساسيه الكبيره في مباريات ومواجهات الكاميرون ونيجيريا، اسود نيجيريا والاسود الغير مروضه الكاميرونيه. جماهير القرمه ما زالت تنتظر هدف التعادل على الاقل، لا تريد ان تخرج من هذا اللقاء وهي خاسره اولى المباريات في ملعب. تحضير كبير كان، 1-2 ما بين احمد صبري وحيدر رحيم ومحمد حميد. كيف ابعد الكره بعدما الكره اصطدت بالبرازيلي جيفرسون، لكن ردة فعل من محمد حميد. الكره الان محمد سادات الى الخارج، رميه جانبيه. محمود خليل وعمر الداحي تبديليا لنادي القرمه. عمر الداحي المهاجم اليمني، ومحمود خليل ايضا مهاجم، مشوار طويل في الدوري العراقي لمحمود خليل من البدلاء. الكره الان عبد الله خلف لمحمد مسهر، اللاعب البديل جيفرسون. كره عاليه من جيفرسون، وقطع الكره من جابرييل رامسيز الى الخارج. رميه جانبيه، عبد الله خلف على تنفيذ الرميه الجانبيه. شاهد التبديل الان من بعد هذه الرميه. عبد الله يلعب الرميه داخل منطقه الجزاء من الراسيه، والابعاد من كرار سالم. فرانك سيدريك بالراس لعبد الله، يحاول المرور من امام رامسيز، مار لعب الكره العرضيه، اصطدت، والابعاد رميه جانبيه اخرى. الان التبديل لنادي القرمه، عمر الداحي ومحمود خليل. محمود خليل الان يدخل بديلا لفرانك سيدريك، وعمر الداحي بديلا لمحمد عدنان لاعب اليمني.
الداحي سبق وأن لعب في الدوري العراقي مع نادي القاسم، أيضا لعب في أهلي صنعاء، وكذلك مع نادي أسوان، وهو قادم من نادي النجم البحريني. من الرأسية الإبعاد من سامسون دير، شهاب رزاق إلى محمود خضير. يضغط الآن فريق القرمة بحثا عن هدف التعادل. هنا الكرة العرضية من جيفرسون واصطدت إلى ركنية بعد ما اصطدت الكرة بكرار سالم. يضغط الآن فريق القرمة على مرمى فريق النفط من أجل التعديل، من أجل البحث عن هدف التعادل، في هذه الأثناء. تلعب الركنية الآن من جيفرسون وهنا الرأسية والإبعاد. البحث الآن من تصويب شهاب رزاق، لكن ما بين شهاب ومحمود خضير فقدت الكرة، والهجوم المرتد السريع. حيدر حسين يحاول المرور 4 على 2. لعب الستار ياسين إلى أحمد خالد صوب. جول. أي هجمة مرتدة، أي هجمة معاكسة، أي فوست بروك لنادي النفط. هجمة تدرس من ضمن الهجمات المرتدة، الهجمات المعاكسة. أحمد خالد يتوج مجهوده بهدف ثاني بعد هجوم مرتد جميل جدا من نادي النفط، بعدما كانت ركنية لمصلحة نادي القرمة. هجوم مرتد سريع جدا، في الأخير أحمد خالد صوب بيسراه ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65. أحمد خالد مدافع اليسار، شوط حيدر حسين ستار ياسين يخدم الجميع بعدما صنع الهدف الأول، الآن يصنع الهدف الثاني. 2 أسيست لمصلحة ستار ياسين و2 جولز لمصلحة النفط. النفط الآن يتقدم بثنائية في مرمى القرمة. القرماوي يعاني، عيش الصقور يزار للمرة الثانية من قبل نفط بغداد الذي يشعل النيران بعش الصقور هنا في ملعب الرمادي. ثنائية للنفط مقابل لا شيء للقرمة. هل ينجح بالعودة؟ هل هناك كومباك؟ هل هناك رومونتادا؟ أم النفط يزيد الغلة؟ القرمة أداء يختلف تماما عن مباراة أمام الشرطة، يختلف تماما. هنا أحمد صبري يحاول، لكن قطعت الكرة. عادت من جديد محمد سادات. النفط أفضل بالرغم من التغييرات التي أجراها غازي فهد، لكن النفط ما زال يشكل الأفضلية. يعني فريق القرمة عطفا على الأسماء المتواجدة كان المتوقع أن نشاهد آداف، لكن ما زال هناك وقت، وممكن عودة فريق القرمة. محمود خليل يحاول، اللاعب البديل يلعبها لشهاب رزاق لعباس قاسم. تمريرة بالعمق جميلة، واصلت البرازيلي وندرسون، تصويبة ضعيفة من وندرسون البرازيلي، واصطدت بعد المدافعين إلى ركنية لمصلحة نادي القرمة. شاهدنا لقطة الهدف الثاني لنادي النفط، كيف الكرة التي كانت مشتركة ما بين شهاب رزاق ومحمود خضير ومن ثم فقدها فريق القرمة. ركنية الآن محمد مزهر على لعب الركلة الركنية، يلعب الركلة الركنية، وهنا الإبعاد من أحمد خالد في الدفاع وفي الهجوم، في السراء وفي الضراء. جابرييل رامسوس أيضا هجمة مرتدة أخرى، لكن يؤخر الآن فريق النفط. هنا التمريرة، حيدر حسين يحاول المرور، حيدر حسين، تمريرة لستار ياسين، لكن قطعت عن طريق محمود خضير، وصلت لعباس قاسم يلعبها إلى محمد حميد. يضطر يلعب الكرة الطويلة. نعم، لا وجود الحلول إلا الكرات الطويلة. 90% أو أكثر من هذه النسبة للمدافعين سامسون دير وأنجل جويل. تسلل، والله حرام هذه الجماهير تخرج زعلانة. هذه كرة القدم، نتكلم عن بداية الدوري
القرمة أيضا سوف يستضيف نادي الحدود في الجولة القادمة هنا في هذا الملعب. القرمة والحدود، أحمد صبري إلى أحمد خالد، جهة يسارية نارية نادي النفط في هذا اللقاء، جهة يسارية نارية. ستار ياسين صنع هدفين، صورة جميلة جدا. الآن محمود خليل تمريرة إلى أكولي، لكن سامسون دير بالقوة قطع الكرة، وصلت لسادات، جابرييل رامسيز إلى حيدر حسين. شاهد فريق النفط يعرف متى يسرع رتم اللقاء ومتى يهدئ. الآن الهدوء والتمريرات القصيرة الهادئة، لا يقدر الاستعجال تماما بلعب الكرات. شاهد أحمد خالد إلى علي ياسين، كرة طويلة من الحارس للحارس، من علي ياسين إلى محمد حميد. عباس قاسم إلى جيفرسون، شاب رزاق. نعم، الأداء بطيء، أداء ولعب بطيء لمصلحة فريق القرمة. لا وجود لعنصر المفاجأة في أداء فريق القرمة على المستوى الهجومي. دائما ما تشاهد اللعب الواضح، يعني أما كرات بالعرض أم إلى الخلف، لا وجود الكرات الأمامية التي تضرب الدفاعات. شاب رزاق إلى جيفرسون، كرة عالية. شاهد هذه النقطة التي كنت أتكلم عنها، الحلول الهجومية مفقودة لفريق القرمة. شاهد الجماهير نعم، هي فرحة بعودة مباريات دوري نجوم العراق هنا في الأنبار. هنا أحمد صبري لمس الكرة باليد، واضحة جدا كانت اللقطة. حسن حظك يا أحمد صبري لم تحصل على البطاقة الصفراء. جيفرسون البرازيلي، الضعف واضحة جدا في دفاعات فريق القرمة. شاهدناه في المباراة الأولى أمام الشرطة، والآن أيضا في هذه المباراة. التغييرات الكثيرة خاطئة، الكرة العالية خطأ لمصلحة حيدر حسين، مصلحة المهاجم. خطأ لمصلحة فريق النفط. شاهد هنا الإعادة والخطأ الواضح. جماهير القرمة، جماهير الأنبار بدأت بمغادرة الملعب، كانوا يتمنون أن يشاهدوا أداء أفضل من هذا الأداء. وأيضا يعني بصراحة الأداء مغاير تماما عن مباراة الشرطة. لم نشاهد الأداء أمام الشرطة الذي كان أداء ممتاز جدا، خاصة على المستوى الهجومي، كان ند بالند أمام الشرطة، خاصة الشرطة الفريق الهجومي القوي، وكان متعادلا قبل عدة أيام أمام نادي النصر. القرمة تعادل مع الشرطة بأداء متميز. وحديث الشارع الرياضي حول أداء فريق القرمة الوافد الجديد، لكن هنا في الكرة الخطيرة، الله ماذا ضعت يا عمر الداحي اليمني. كرة كان بالإمكان أن تعود بالأمان لفريق القرمة، لكن الداحي لم يكن مركزا، الداحي لم يكن يقظا بهذه الكرة، وعدت وفاتت من أمامه. كاد أن يسجل الهدف الأول، هدف سوف يكون تاريخي لمصلحة فريق القرمة، كأول هدف في الأنبار لنادي القرمة. لكن لغاية الآن هذا الهدف لم يأتي لغاية الآن. هم نشاهده في قادم الدقائق. عمر الداحي يحاول، لا وجود للخطأ، افتكت الكرة. ستار ياسين، أحمد صبري
أيضا لا وجود للخطأ. قطعة الكرة من شاب رزاق، شاب العباس قاسم إلى جيفرسون دوس سانتوس، عبد الله خلف، يحاول محمود خليل، تمريرة لأوكولي، لكن قطعت الكرة عادت مصلحة نادي النفط. يضغط لاعبي فريق القرمة من أجل افتكاك الكرة، عادت الكرة لمصلحة نادي القرمة، لكن أيضا قطعت سريعا جابرييل رامسيز أمام جيفرسون، قريب منه كرار سالم، جابرييل مرر لأحمد صبري مباشرة، أحمد ياسين قريب عليه، أحمد صبري يبحث عن تصويب، لكن قطعت الكرة، الكرة لم تخرج، ما زالت بالملعب. عمر الداحي إلى محمد حميد، غازي فهد ما زال يوجه باللاعبين، أكيد زال هناك دقائق من الممكن أن يعود فريق القرم، لكن يعود بشرط أن يكون الأداء مغاير عن الذي شاهدناه خلال 75 دقيقة مضت. يعني الأداء لم يكن بذلك الأداء الكبير، وبالتالي فريق القرمة يحتاج إلى العمل الكبير على المستوى الهجومي حتى يعود في هذا اللقاء. كرة الآن خطف الكرة محمود خليل، لكن سامسون دير في التغطية الدفاعية والإبعاد إلى رمية جانبية، تلعب رمية جانبية محمود خليل إلى عبد الله، إلى شاب رزاق إلى جيفرسون، شاهد تمريرات عباس قاسم، تمريرة لا أعرف ما هو العنوان المناسب لتمريرة عباس قاسم. على العموم الفريق اليوم يعاني من التمريرات الخاطئة، نسبة كبيرة جدا من التمريرات الخاطئة. يعني نتمنى من لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق أن تدخل السكاوتنج، تدخل الإحصاء في دورينا حتى نعرف مستويات اللاعبين، نعرف أرقام اللاعبين. من العادة لعمر الداحي الذي أضاع الكرة، يا الله ماذا أضاعت يا عمر الداحي اللاعب اليماني. يلا كابتن بس واحد كابتن. جابرييل رامسيز يصوب لكن اصطدت، عادت من جديد لكرار سالم مع جابرييل رامسيز، تمريرة، وهنا الآن البحث عن الهجوم مرتد. محمود خليل أمام سامسون دير، محمود خليل إلى أوكولي انطلق، أقرب لها جويل أبعد الكرة إلى رمية جانبية، شاهد ردة فعل جويل، يبحث عن المساندة، لعبة إلى محمد مسهر إلى جويل من جديد. جويل كان في موقف التسلل، كان متسللا جويل. نعم محمد مسهر مرر تمريرة لجويل الذي كان متسلل، لكن شاهدنا ردة فعل اللاعب أوكولي. نعم واضح جدا كان في موقف التسلل اللاعب جون أوكولي المهاجم النيجيري. تلعب الكرة العالية، باص قاسم والابعاد بالراس، يحاول فريق النفط ستار ياسين لأحمد خالد، مباراة كبيرة لأحمد خالد، توجها بهدف جميل، صعبة كانت. هذا محمد مسهر، رمية جانبية محمود خضير، يعاني فريق القرمة ببناء الهجمات من الخلف، وعانى كثيرا في هذا اللقاء. شاهد بناء الهجمات بصورة بطيئة، يعني استحواذ أشبه بالاستحواذ السلبي، تغيير اللعب لجهة اليمين لمحمود خضير. لاعبين النفط أيضا يتقدمون الأمام من أجل الضغط، وقطعة الكرة لأحمد خالد، وهنا خطأ. لديك بطاقة صفراء يا أحمد خالد، حذار يا أحمد خالد، لديك بطاقة صفراء. هل تستحق البطاقة الصفراء الثانية أم فقط انذار شفوي؟ اللقطة المشتركة مع عمر الداحي،
وأحمد خالد. تنبيه 16 خطأ على فريق النفط، 11 خطأ على فريق القرمة. شاب رزاق لعب الكرة هناك لعبد الله خلف، لم يسيطر على الكرة، لم يسيطر على الكرة عبد الله خلف، ورمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. حاول هذه الجماهير أن تشد من أزر فريق القرمة. في المنتصف شاب رزاق ولعب الكرة العالية، اوكول يضغط على جويل، لكن ممتازة من انجل جويل. يلعب الكرة للحارس علي ياسين، حارس علي ياسين. عشر دقائق أخيرة أحبتي المشاهدين من الوقت الأصلي، والنفط يتقدم بهدفين مقابل لا شيء على القرمة هنا في ملعب الرمادي في قلب محافظة لمبار. الهدفين سجلها الكاميروني قبيل رمسيس دقيقة 7، والهدف الثاني عن طريق أحمد خالد في الدقيقة 65. فريق القرمة ما زال يبحث عن التقليص ومن ثم البحث عن التعديل، لكن الأمور صعبة، الأمور صعبة جدا في ظل هذا الأداء والأداء الهجوم العقيم بالنسبة لفريق القرمة في لقاء اليوم عكس لقاء الشرطة. هنا الكرة والإبعاد من سامسون دير، ستار ياسين والبحث عن الهجوم المرتد. ستار ياسين لأحمد صبري، مار من أمام وندرسون إلى محمد سادات. شاهد لاعبي فريق القرمة خلاص وقفوا تماما. هل الأداء البدني ليس بأفضل أحواله بالنسبة لفريق القرمة؟ هل الوضع البدني يجب أن يكون أفضل للقرمة؟ طبعا نتكلم أن فريق النفط اليوم ذهب إلى محافظة لمبار، إلى الرمادي، من بغداد إلى الرمادي، حتى لم يذهب قبل يوم أو يومين إلى محافظة لمبار. فريق النفط أيضا سوف يلعب مباراته القادمة خارج ملعبه مع نفط ميسان، هذا ما لعبه في محافظة نجف الأشرف مع فريق النجف، والآن يلعب مع القرمة في الرمادي. سوف يذهب إلى ميسان بيت العمارة من أجل مواجهة نفط ميسان. 3 مباريات دفعة واحدة خارج ملعبه، بصراحة يعني أكثر من علامة استفهام على جدول المسابقات، على جدول الدوري. الفريق يلعب 3 جولات أولى خارج ملعبه، هذا من ناتج المشاهدة أو صعب جدا مشاهدته. كرة الآن يحاول فريق القرمة كثرة المحاولات، فريق النفط يدافع عن تقدمه. استحواذ مصلحة النفط 53 مقابل 47. قطعت الكرة، محمد سادات انطلق، الغاني يلعب لستار ياسين، ستار ياسين يلعب الكرة العرضية، ستار يحاول الحفاظ على كرته، الآن يمرر إلى محمد سادات، هل يصوب محمد سادات؟ اصطدت، وصلت لحيدر حسين، حيدر حسين سامي هين، صوب سامي هين، سهلة لدى محمد حميد، سهلة لدى محمد حميد، خليه أحمد خليه يلعب الكرة أقرب لها أحمد خالد، ممتاز أحمد خالد، شاهد كيف مار، خطأ على عمر الداحي على اليمني، وأحمد خالد يعاني من إصابة. تبديل الآن لمصلحة فريق النفط، عمار غالب وحسام جاد الله، وأيضا لاعب فالنتين أبوجي. خروج أحمد صبري، دخول عمار غالب، عافية حمودي، ودخول يلا حيدر، يلا بطل اللاعب حسام جاد الله، يلا، وايضا خروج حيدر حسين، يلا حيدر، يلا حيدر عليك سويته، ودخول اللاعب فالنتين أبوجي، خروج جابرييل رامسيس. الخط الأمامي تم تبديله بالكامل من قبل المدرب عادل نعمة. تبديل 3 لاعبين، وخروج جماهير لمبار، جماهير القرمة
بدأت تخرج قبل نهاية اللقاء ب7 دقائق. أكيد غير راضين تماما عن أداء فريق القرمة. حضروا العدد والعدة الجماهير القرمة وجماهير الأنبار، لكن الأداء لم يأتي كما تشتهي جماهير الأنبار. أداء فريق القرمة اليوم مخالف ومغاير تماما عن ما قدم الفريق أمام فريق الشرطة. على العموم هي البداية دائما ما تكون متذبذبة لبعض الأندية، وخاصة نتكلم عن فريق جديد على طبعا الدوري العراقي. نتكلم عن فريق تأسيسه في عام 21 قبل 3-4 أعوام. الكرة العالية محمد حميد، قطعت من سامسون دير. قرار سالم يلعب الكرة العالية، جيفرسون بالراس، يحاول عبد الله خلف. هناك خطأ لمصلحة نادي القرمة. القرمة في مباراتين استقبلت شباكه 4 أهداف لغاية الآن، وسجل فقط هدفين. نادي النفط في الموسم الماضي سجل 37 هدف ودخل مرمى 44 هدف. الهجوميا كان في المركز الرابع عشر مناصفة مع ساخة والحدود، ودفاعيا كان في المركز التاسع. كرة الآن العرضية سامي هين أقرب وقطع الكرة، وصلت لعمار غالب لاعب البديل في جهة اليمين. سامي هين العالي باتجاه اللاعب فالنتين ستار ياسين، تمريرة جميلة وصلت لحسام جاد الله. حسام جاد الله مر، ومحمد حميد ممتاز. محمد حميد بخبرة السنين، محمد حميد ممتاز من محمد حميد من أمام حسام جاد الله. قصيرة مصلحة فريق القرمة. باص قاسم، حاول فريق القرمة شاهد لا يجد الحلول، لا يجد الإمكانية بالخروج بالكرة. فريق النفط صراحة سير المباراة كما يريد، عرف كيف أن يسير هذا اللقاء. حسام جاد الله، محمد سادات، عمار غالب، لكن قطعت من محمود خليل يحاول المرور، لكن قطعت سريعا من فريق النفط. فريق القرمة عندما يتقدم في ساحة لعب فريق النفط يعاني كثيرا. مباشرة الكرة تقطع بعد تمريرتين أو 3 تمريرات. هنا تبديل المدافع ناجح فرجاني، المدافع التونسي ناجح فرجاني، بديلا لعبد الله خلف، مدافع يسار ناجح فرجاني القادم من نادي أولمبيك الباجي التونسي. 5 تبديلات لفريق القرمة من قبل غازي فهد عليه أن يعيد ترتيب الأوراق من جديد. نعرف تماما بداية الدوري تكلم عن الأسبوع الثاني، وبالتالي الفريق لا يظهر جميع مستوياته، يعني يحتاج إلى على الأقل 3 إلى 4 مباريات حتى نستطيع أن نتعرف على الفريق، وأيضا المدرب واللاعبين يصححون الأخطاء، وكذلك الجانب البدني يرتفع لدى الفريق. واضح جدا الجانب البدني أفضل لفريق النفط على حساب فريق القرمة. خطأ واضح على فرجان التونسي. خطأ لمصلحة فريق النفط. غازي فهد تحتاج إلى عمل كبير من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع بها لاعبي فريقه خلال هذا اللقاء. كرة العالية بالرأس، أيضا إبعاد. خلاص المباراة يعني حتى الجمهور الملعب تقريبا بدأ يفرغ شيئا فشيئا، يعرفون تماما المباراة خلاص في طريقها لمصلحة فريق النفط، إلا هناك شيء
يحدث في عالم كرة القدم. من الممكن جدا حصول كل شيء، لكن عطفا على اداء صعب جدا لفريق القرم ان يسجل هدف وليس ان يعدل النتيجه، الا اذا كان هناك كلام اخر. في هذه الهجمه فرجاني يتقدم يلعب الكره العرضيه واندرسون، وهنا تصويبه محمد منصور والابعاد، وهناك رايه وتسلل. هناك رايه وتسلل، هجمه كادت ان تكون هدف، لكن كان هناك تسلل على من؟ هل على فرجاني اللاعب التونسي. ينتظر الإعادة على من كان التسلل، على فرجاني أم على من؟ بالسلامة للاعب أنجل جويل. هنا الإعادة، نعم التسلل كان على اللاعب محمود خليل، نعم على محمود خليل، وحتى فرجاني كان في موقف التسلل. شاهد مرور حسام جاد الله، لكن انقضاض محمد حميد على الكرة. محمد حميد سبقه واللعبة لنادي النفط، وايضا محمود خليل سبق واللعبة لنادي النفط. لاعبان متواجدين مع فريق القرمة سبق وانمثلا نادي النفط. خلاص 90 دقيقة انتهت، جماهير القرمة خلاص سلمت امرها للواقع، تعرف تماما اليوم ليس بيومها، وبالتالي تغادر الملعب حزينة مكسورة. كانت تمني الأنفس أن تشاهد فريقها بأفضل من هذا الحال وتكون النتيجة أفضل، لكن خلاص هذه كرة القدم، ونتمنى من جماهير القرمة أن تبقى مؤازرة مشجعة داعمة للفريق. نتكلم عن بداية الدوري، الفريق ما زال حديث العهد في منافسات الدوري، وأيضا لا ننسى الضغط الكبير على الفريق بعد الأداء الكبير الذي قدمه في مباراة الشرطة، أيضا ألقى بظلاله على الفريق. كان اليوم الفريق شاهدناه نوعا ما يعني غائب عن التركيز، مشدود في بعض الأحيان، ويحتاج الفريق إلى مؤازرة ودعم الجماهير. 4 دقائق وقت محتسب بدأ عن الضائع. النفط هدفين، القرمة لا شيء. هنا في ملعب الرمادي النفط تجمع انتصارين، 4 نقاط، انتصار وتعادل خارج ملعبه بعد انتصار مع النجف. الآن تفوز على فريق القرمة لغاية الآن. تبديل سيف الدين ظاهر بديلا لسامهين، مركز حاول عادل نعمة، سيف الدين ظاهر لعب الكرة العالية، يحاول كولي، قطعت الكرة محمد سادات إلى ستار ياسين. ستار ياسين اليوم على طريقة النادي يقدم الأطباق كما يريد، قدم تمريرتين جميلتين لجافير رامسيس وأيضا لأحمد خالد. كرة الآن للبديل فالنتين، تمرير الكرة الخطيرة، يحاول الآن فريق النفط تحضير الكرة، تصويبة من حسام جاد الله لكن عالية وبعيدة جدا إلى الخارج، ركلة مرمى. عادل نعمة يريد هدف ثالث، لكن خلاص كرة إلى الخارج، سية أحمد خالد ورمية جانبية. دخلنا الدقيقة الثالثة من وقت المحتسب بدلا عن الضائع. محمود الخضير، عمر الداحي، تبديلات لغازي فهد لم تأتي بشيء جديد. أداء الشوط الأول وأداء الشوط الثاني متشابهات، وجود الفرق. تكلم عن فريق لم يصنع العديد من الفرص الخطيرة على المرمى. هذا ركلة الجزاء لم نشاهد يعني فرصة خطيرة أبعدها علي ياسين، محاولات قليلة جدا وخجولة. خطأ الآن مصلحة فريق النفط. ستار ياسين، ستار ياسين لمحمد حميد، كرة العالية من علي ياسين بالراس من محمود الخضير. ستار ياسين لحسام جاد الله،
حسام جاد الله للستار ياسين، ولا خطأ على شاب الرزاق، خطأ على شاب رزاق وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على شاب رزاق. يطلب الهدوء، لقطة جميلة من اللاعب فالنتينو بوجي، لقطة جميلة يطلب الهدوء من شاب رزاق. خلاص المباراة انتهت، 4 دقائق على النهاية، على نهايتها ال4 دقائق، خلاص 4 دقائق تلفظ الأنفاس الأخيرة، آخر الثواني. قوم شاب رزاق على حسام جاد الله، شاهد ردة فعل حسام جاد الله. هل هناك عودة للفار؟ هل هناك عودة للفار؟ شاب رزاق ضرب باليد، ضرب بقبضة اليد على حسام جاد الله. هل هناك بطاقة حمراء؟ هل هناك بطاقة حمراء؟ يعني عندما تخسر لا تخسر كل شيء يا شاب رزاق. هذه بطاقة، إذا كانت بطاقة حمراء في هذه اللقطة تكون بطاقة مجانية على شاب رزاق. أتكلم عن الدقيقة الرابعة من الوقت المعتزل بدل الرضاع، وتدخل بهذه الصورة فيها تعمد. التعمد موجود، التعمد موجود. ماذا سوف يحتسم الحكم؟ سوف يلغي البطاقة الصفراء، سوف يلغي البطاقة الصفراء ويشر البطاقة الحمراء. نعم، بطاقة حمراء على شاب رزاق لتزداد الخسارة خسارة أخرى بخسارة لاعب مهم في وسط الملعب شاب رزاق. بطاقة حمراء، يعني مباراة يعني بصراحة مباراة كانت فيها الخسارة كبيرة بالنسبة لي، يعني فريق القرمة خسارة بهدفين في ملعبه أمام جماهيره، وأيضا طرد اللاعب شاب رزاق وضاعت ركلة جزاء. مباراة النحس اليوم لفريق القرمة. ندخل الآن دقيقة السادسة من وقت المعتزل بدل الرضاع. أعتقد بعد هذه الكرة سوف ينهي اللقاء الحكم أحمد محمد، يحاول أوكولي مع الكرة، وهنا حكم اللقاء أحمد محمد ينهي إحداث هذا اللقاء بفوز فريق النفط على فريق القرمة بهدفين مقابل لا شيء. سجل أهداف جابرييل رمسيس في الدقيقة 7 وأحمد خالد في الدقيقة 65، وأيضا شاهد الفريق القرمة ضاع ضربة جزاء وحالة طرد على شاب رزاق لاعب خط وسط فريق القرمة. نبارك لفريق النفط وهارد لك لفريق القرمة وجماهير القرمة صراحة التي لا تستحق هذه الخسارة، على الأقل كونها المباراة الأولى في ملعبها وفي ميدانها. في الأخير تقبلوا تحياتي أحبة المشاهدين، معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.